السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده. الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو اضغطوا لي لايكات كتير وشجعوني انزل لكم كل جديد. اول حاجه النهارده معايا بديل علف البياض، حاجه كده وهم، حاجه تعتبر ببلاش، هتدينا نتائج العلف البياض واكتر كمان باذن الله. بس ضغطوا لي لايكات كتير، بجد الفيديو يستاهل واكتر والله العظيم. النهارده معايا وصفه كده رهيبه، يعني انت لو مش قادره تجيبي في بيضه في الارض، يعني انت لو مش قادره تجيبي علف بياض باذن الله هتستخدمي الوصفه دي كده معانا، هتديكي نفس نتائج العلف البياض، هتديكي نقص الكالسيوم، نقص ايه روميه ماشي. هتديكي نفس، بصوا دي بيضه روميه اهي لقيناها في الارض، هتديكي نفس نتائج العلف البياض باذن الله. دي مش بيضه روميه يا رؤى، دي بيضه فرخه كبيره، مش بيضه رومي، لا بصوا دي بيضه فرخه اهي كبيره، حتى يعني معورها شويه وهي بتبيضها، مش بيضه روميه دي، لا الرومي اصلا بيبيض في مكانه فعارف مكانه فين. الوصفه بتاعتي النهارده هتديكي نتائج العلف البياض واكتر بكتير باذن الله. بصوا بقى، الوصفه بتاعتي النهارده سحريه وتعتبر ببلاش كده، واللي اهم من ده كله ان اصلا الفراخ بتحب اللون الاحمر جدا، فاللي هي الفراخ اصلا بتحب الحاجه الحمراء جدا، والحاجه الحمراء دي مش حاجه حمراء وخلاص، لا دي حاجه صحيه جدا جدا ومغذيه. نقص الكالسيوم يا جماعه، اصلا الايام دي ناس كتير جدا بتعاني من نقص انتاج البيض. نقص انتاج البيض ده بيبقى نقص كالسيوم ونقص بروتين. يعني ايه نقص كالسيوم ونقص بروتين؟ اول حاجه لو الفراخ بتاعتك عندها كالسيوم عالي جدا فهي هتجيب لك البيضه قشورها ناشف جدا ومش هتاكل البيض لان نسبه الكالسيوم في جسمها مظبوطه. طيب لو في بروتين بقى، نقص بروتين في جسمها، مش هتبيض. يعني لو في نقص بروتين مش هتبيض، هيبقى ما فيش بيض اصلا. ليه؟ زي ما قلت لكم ان نقص البروتين ما بيتكونش بيضه اصلا، هي مش عندها بروتين في جسمها، فهتكون بيضه ازاي؟ هيبقى الموضوع صعب جدا. فزي ما انا قلت لكم كده، الوصفه بتاعتي النهارده فيها بروتين وفيها كالسيوم، فيها الاثنين مع بعض. ما شاء الله حبيت اوريكم منظر البيض بتاعي اهو، ما شاء الله يعني. طبعا ملحوس شويه عشان حتى كانت بتنقط عندنا مطر امبارح يعني، ف الارضيه اتبلت شويه كده، فالحمد لله، بس الحمد لله حلو شغال اهو، يعني حاجه بسيطه قوي. اللحوسه اللي عليها حاجه بسيطه قوي. وصفتي النهارده كالسيوم ببلاش وبروتين ببلاش. طيب الوصفه بتاعتي دي عباره عن ايه؟ انا طحناها في الخلاط في الكبه، مش عصراها، انا طحناها في الكبه كويس جدا. ان شاء الله بقى الوصفه بتاعتي النهارده دي هتغنيكي عن الكالسيوم تماما تماما. لو انت مش قادره تجيبي كالسيوم او مش عارفه تجيبي بروتين فانت هيبقى في غنى عنها تماما. طب الوصفه دي عباره عن ايه دلوقتي؟ هقول لكم الوصفه بتاعتي دي عباره عن ايه. بسم الله. اول حاجه كده، معرفش بقى يعني اكيد اغلب الناس عارفين فوائدها، دي راس الفجل، وعملت لكم قبل كده وصفه بيها برده حلوه جدا جدا. راس الفجل دي كلها كالسيوم وغنيه جدا جدا بالكالسيوم، احنا لو نقدر او نطول ناكلها او ناكلها لاولادنا فبجد يعني هتحسي بعدها ان لا ده كالسيوم جامد جدا. حتى ابحثوا عن رؤوس الفجل هتلاقوا فيها غنيه بالكالسيوم، وفيها نسبه كالسيوم اعلى كمان ما موجود في الالبان. فما شاء الله نسبه الكالسيوم دي بترفع من قشور البيض، يعني بتنشف قشور البيض، وكمان بتخلي الفراخ مستحيل تعض في بعضها او تعض في البيض اللي هو تاكل في البيض يعني، او تفترس البيض. الحاجه التانية بتاعتي بقى وهي قطعة البنجر دي. أنا جايبة حوالي 5 كيلو بنجر رخيص جدا جدا، أنا جايبة 5 كيلو ب20 جنيه، كانوا آخر شوية مع الست اللي كانت بتبيعهم فجبته منها ب20 جنيه. دي رؤوس الفجل أهي، ممكن ترميها لهم صحيحة كده ينقروا فيها، بس أنا حبيت أفرمهم هما الاتنين مع بعض النهاردة عشان أنتهز الفرصة واستغل الموقف إن هما الاتنين يبقوا في طبق واحد مع بعض. خدت نص البنجرايه دي وخدت راسين او 3 من الفجل. انا جايبه يعني لما بروح اجيب الفجل بدور على الروس الكبيره، احنا كلنا عارفين ان احنا بناكل عروق بس ما بناكلش الروس، فالراس الكبيره دي حلوه جدا جدا ان انت تستغليها بقى في وصفه حلوه للطيور. عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه ب2 جنيه بس من الفجل ده، خدت منهم رؤوس يعني تكفي لي كالسيوم، لو جبتيه من البيطري هيكلفك اكتر من 60 جنيه. فخلاص يعني حتى كان في واحده مقابلاني بتقول لي انت ليه واخده رؤوس الفجل الكبيره دي، هي دي بتخسس ولا حاجه؟ قلت لها لا ده انا واخداها وصفه للطيور، انا بعملها للطيور على طول، طبعا بجيبها وبستخدمها للطيور بنفس الطريقه دي. هتستخدميها لجميع انواع الطيور ككالسيوم حلو جدا جدا، وممكن تزودي بيها الاكل عادي جدا. هي مش بتطخن ولا اي حاجه، بس على الاقل بتدي نسبه كالسيوم.
اما البرجر بقى رافع مناعه قوي جدا جدا في الجو الصعب اللي احنا فيه ده، يعني رافع مناعه مفيش بعد كده. زائد ان هو اصلا كله حديد، يعني بيزود نسبة الحديد في الجسم خالص. فنسبة الحديد دي بتمنع الأنيميا أو فقر الدم أو الضعف اللي بيبقى عند الفراخ. الناس اللي بتعاني من الفراخ المسيفة أو عندها ضعف أو العرف بتاعهم بهتان مش أحمر، فتستخدم البنجر ده وتدعي لي عليه. كمان بيزود إنتاج البيض وبيشيل نسبة الدهون من الجسم. يعني ليه فوائد، مش فايدة واحدة، ده ليه فوائد كتير جدا. فما شاء الله اللهم بارك. يعني اللي هيجرب الوصفة بتاعتي النهاردة هيدعي لي عليها. كمان بقى انت لو حابه تزودي حاجه من عندك كده، انا زودتها النهارده، زودت 4 فصوص من الثوم. 4 فصوص من الثوم بينهولك القصه دي خالص. فصوص الثوم كمان يعني لو في اي حاجه عايزه علاج فانت بتعالجيها بالمضاد الحيوي الطبيعي اللي هو الثوم. انا ضفت النهارده 4 فصوص من الثوم، لكن انا دايما بعمل الوصفه بتاعتي بالنوعين دول بس، لكن انا ضفت 4 فصوص من الثوم النهارده كوقايه وكمضاد حيوي كمان، وحاجه كده يعني تزود لك الوصفه بتاعتك كده وتخلي لك الفراخ منعنشه على طول. استخدمي الوصفه دي مره واحده كل اسبوع، وهتشوف البيض وهتشوف الخير اللي هيهل عليكي باذن الله. انتاج البيض بتاعي اهو اللهم بارك، والقشور بتاعتي قويه جدا جدا، وحجم البيضه كبير ما شاء الله، فاللهم بارك. يعني حاجه كده تفتح النفس. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول بيضه ازاي؟ هيبقى الموضوع صعب جدا. فزي ما انا قلت لكم كده الوصفه بتاعتي النهارده فيها بروتين وفيها كالسيوم، فيها الاثنين مع بعض ما شاء الله. حبيت اوريكم منظر البيض بتاعي اهو ما شاء الله. يعني طبعا ملحوس شويه عشان حتى كانت بتنقط عندنا مطر امبارح، يعني ف الارضيه اتبلت شويه كده، فالحمد لله. بس الحمد لله حلو شغال اهو، يعني حاجه بسيطه قوي. اللحوسه اللي عليها حاجه بسيطه قوي. وصفتي النهارده كالسيوم ببلاش وبروتين ببلاش. طيب الوصفه بتاعتي دي عباره عن ايه؟ انا طحناها في الخلاط في الكبه، مش عصراها، انا طحناها في الكبه كويس جدا على طول. طبعا بجيبها وبستخدمها للطيور بنفس الطريقه دي. هتستخدميها لجميع انواع الطيور ككالسيوم حلو جدا جدا، وممكن تزودي بيها الاكل عادي جدا. هي مش بتطخن ولا اي حاجه، بس على الاقل بتدي نسبه كالسيوم. اما البرجر بقى رافع مناعه قوي جدا جدا في الجو الصعب اللي احنا فيه ده، يعني رافع مناعه مفيش بعد كده. زائد ان هو اصلا كله حديد، يعني بيزود نسبة الحديد في الجسم خالص. فنسبة الحديد دي بتمنع الأنيميا أو فقر الدم أو الضعف اللي بيبقى عند الفراخ. الناس اللي بتعاني من الفراخ المسيفة أو عندها ضعف أو العرف بتاعهم بهتان مش أحمر، فتستخدم البنجر ده وتدعي لي عليه. كمان بيزود إنتاج البيض وبيشيل نسبة الدهون من الجسم. يعني ليه فوائد، مش فايدة واحدة، ده ليه فوائد كتير جدا. فما شاء الله اللهم بارك. يعني اللي هيجرب الوصفة بتاعتي النهاردة هيدعي لي عليها. كمان بقى انت لو حابه تزودي حاجه من عندك كده، انا زودتها النهارده، زودت 4 فصوص من الثوم. 4 فصوص من الثوم